خلي اللي بيتريق عليك بعد كده يسقف لك. في بداية الفيديو كده عايز اوريك براند جميل جدا لدكتور غدير، يعني حرفيا هتتبسط من المنتجات اللي هي بتقدمها، فانصحك انك تعمل فولو للبيج وتدخل تتفرج، مش هتندم اي حاجه. وهحط لك لينك البيج تحت في التعليقات. تعرف ان انا في وقت من الاوقات وانا في الثانويه العامه كان في دماغي ان انا عايز ادخل علم رياضه، ولكن بابا كان نفسه ان انا ادخل علم علوم. انا كنت عايز ادخل علم رياضه ليه؟ لان كان صاحبي كان عايز يدخل علم رياضه، فانا كنت عايز ادخل زيه. فضلنا نحلم سوا، وانا عايز ادخل هندسه وانا عايز ادخل هندسه، ونقعد مع بعض في السكن وما اعرفش ايه والكلام من ده كله. ولكن انا ما كانش عندي طموح الى ما بعد كده، انا ما كنتش اعرف اصلا ايه اللي بعد كده. فالاستاذ اللي انا كنت باخد عنده بيقول لي انت ما انتش نافع في علم رياضه. هو كان بيحاول ان هو يعقدني في علم رياضه. في نفس الوقت لقيته فجاه بيقول لي ولا انت نافع في علم علوم ولا انت نافع في علم رياضه. وجيت بعد الثانويه العامه اثبتت عكس كده، وانا رايح ادخل الكليه كمان فضلوا يقولوا اكني يوسف هيفهم الانجليزي اللي في الجامعه وهيمشي في الكليه، واثبتت عكس كده. فاللي انا جاي اقوله لك من الاخر كده ان انت حاول تاخد كل حاجه تحدي. اي حد يحاول يقلل منك اثبت له عكس الكلام اللي هو بيقوله، ولكن مش اي حد يقلل منك فتحس انك قليل، لان انت مش قليل ومفيش حد قليل. انت جواك حرفيا قدرات لو طلعت محدش هيقدر يوقفها. مفيش انسان غبي، مفيش انسان ما عندوش قدرات. اي واحد هيبقى مميز في حاجه، ولكن انت حاول انك تكتشف نفسك، حاول انك تاخد الريسك. لكن هتقعد في جنب وتقول ده بيقولوا عليا وبيعملوا وما اعرفش ايه والكلام من ده كله، فانت مش هتوصل لاي حاجه. وحاجه تانية كمان ان انت لو شفت اللي حواليك ناجحين ما تقولش انا فاشل، ولكن حاول تكون زيهم. ودول حطهم قدامك كده ان انا عاوز ابقى زي الناس دي. مش عيب، انت مهما تعمل في حياتك هتفضل قليل، ومهما يبقى عندك كم من المعلومات هتفضل معلوماتك قليله، ومهما توصل هتفضل برضك لسه ما وصلتش. لو حد قال عليا حاجه ماشي انت عندك حق، بس انا بقى هثبت عكس كده.